لهوي يا جدعان، طاجن رز معمر اللي نفسك تشوفه في حياتك. جاتو دي كريم شانتيه، دي جاتو دي البامبوزه. اهلا بيكم في مقارنه احسن طاجن رز معمر في مصر، واولهم في المقارنه حجوجه الاشهر بالرز المعمر، وتاني واحد اللي مفاجئني بسعره، مش هوريكم السعر دلوقتي، قصر الكبابجي في اندهاشه في السعر المره دي، وتالت واحد الدهان. ودول اشهر 3 مطاعم بتعمل رز معمر في مصر. ثانيه واحده اقول لك معلومه، داري بس الاسعار عشان هقولها لك واحده واحده. هل تعلم ان الرز المعمر معمر بيتعمل بحادق وحلو؟ دي مدرسه شيفات ودي مدرسه شيفات تاني، حابب اقولها لك، لان في بعض الاماكن بتعمله مسكر وبعض الاماكن بتعمله حادق، وفي الاخر الاتنين اسمهم رز معمر. هقول لكم مين اللي عامله صح ومين اللي بالنسبه لي ظبط الكلام. هنبتدي بالدهان، وابتدي بالدهان. طاجن رز المعمر ب 140 جنيه و27 جنيه دليفري و23 جنيه خدمه، يعني واقف عليا عشان تطلب واحد رز معمر 191 جنيه. ونسمي الله ونفتح. يلا بينا نفتح رز المعمر بتاع الدهان. الله، منظر يسر. بسم الله. الطاجن جاي سخن جميل ولا ايه؟ ماشي. ده شكل الرز المعمر عند الدهان. احنا قلنا له عايزين رز معمر بالقشطه زي ما طلبنا من حجوجه ومن قصر الكبابجي. هو قال لا يا فندم، مفيش اضافه قشطه في الدهان لان الرز عندنا حاطين القشطه من جوه. انا عايز اشوف الطاجن من تحت. هو دراي شويه يا جماعه، يعني شايفين لو واخدين بالكم معايا، خش معايا كلوز كده، تحس ان الرز ناشف شويه. هل محروق من تحت؟ لا، مفيش محروقه من تحت، لان لو بصيت هتلاقي الطاجن سليم قوي من تحت، يعني مفيش كلام. هناخد حته من على الوش عشان ما نبقاش بنظلمه. لا هو حادق ولا هو مسكر. تعمل الرز المعمر اللي هو معقول ولكن دراي شويه، عايز يزيد فيه لبن وسمنه. حلو، هو حلو ولكن مش دسم، مش قوي في دسمته، مش زي اماكن تانية بتعمله. انا متوقع ان هيطلع صايص، هتشوفوا منظر غريب. خش على اللي بعده. في تاني واحد واللي فاجئنا بسعره ولأول مرة يمشي مع السوق، هو قصر الكبابجي اللي عمل الطاجن ب 125 جنيه وضحك عليا، خد مني توصيل 140 جنيه توصيل. هو في التجمع وانا في شيراتون تقريبا. ادى الواد فلوس وقال له روح اركب اوبر على حساب هاني فوق. خد مني 140 جنيه وانا كل مره بتضايق من الحته دي. ولكن في طبعا ضريبه اللي هي 37 جنيه، فهنقول ان هو يعني مش بعيد عن الدهان، ولكن اللي يغيظك ان الدهان اغلى من قصر الكبابجي في رز المعمر. يلا بينا. الله الراجل ايه مكلفه تكليفه محترمه ونفس الحجم. معروف ان قصر الكبابجي احجامه اكبر من اي مطعم تاني، ولكن في المره دي هو ماشي مع السوق كسعرا ومنظر. وكاتب على الطاجن قصر الكبابجي. ماشي يا عم قصر، مدينا كفر. ماشي يلا. طبعا زي ما انت شايف القشطه عايمه على الوش. عشان ما نظلمش الدهان هنقول لك اركن كده وندوق من غير قشطه. دي ايه بعد كده نستمتع. توجد غلطه، مش مستوي كويس اللي هو سوى الرز المعمر. في عضه، في سنه قرمشه. ادوق الوش. الوش ده لازم يبقى مستوي. بحس انا اوفرت في القشطه، نقلل شويه. ماشي نقلل، هات دي كده وهات دول كده. الناس اللي بتاكل رز المعمر دول ناس صحاب مزاج. عارف انت الانسان الرايق اللي يخش المطعم ويقول لك ايه، اديني بقى واحد رز معمر ومش عارفه فتة موزه وحته نيفه وحته مش عارفه ايه. ده راجل باشا. يعني انا اعتقد ان البيت اللي بيعمل رز معمر
يعني الام اللي بتعمل لعيالها رز معمر دي ست جوزها ساري عربي. رز معمر ده مكلف جدا، بشواتي قوي، سمنه ولبن وبتاع ورز، فعارف انت وجبه دسمه ومحتاجه فلوس كتير، والزمن ده ربنا يعين الناس. الوش طعمه خطير، سكر. معلقه تاني. حته قشطه بلدي نضيفه، لبان يعني بتاعت لبان، دي مش القشطه المعلبه خالص، بس الناشف وفيه دراي، يعني في حته في الرز فيها سنه عض بسيط خالص للامانه. هو مش زي ما انت متخيل انه هو ني، لا مستوي والله، بس في سنه البسيطه خالص اللي هو اتقفل وكان فاضل له دقيقه، ولكن مش شارب لبن غني، يعني مفيش لبن كتير. بص المنظر، هل المنظر عادل على اللي انا بوصفه ولا انا اوفر؟ اكتب لي في الكومنتات، ونخش على حجوجه اللي هي علم في الطواجن. وبامانه الله وحياه النعمه دي يا جماعه، انا عامل اعلان لحجوجه ولا القصر الكبابجي، لان اللي متابعني وعارف مقارناتي، مره نجح قصر الكبابجي، مره نجح حجوجه، مره ما نجحوش كلهم في مقارنه الموزه. اللي يتفرج على مقارنه الموزه يا جماعه هيشوف قد ايه ان احنا كنا قاسيين على كل المطاعم، وكان اعلام فيهم وما نجحتش. خش على اللي بعده عشان ما نلغيش كتير. حجوجه حبيبتي. الناس بتضحك دايما ان انا ببوس حجوجه، ولان حجوجه دي ست زي والدتي، يعني انا ببوسها بوسه محبه لان اكلها حلو. بتفكرني بستي الله يرحمها، كانت ستي تعمل الاكل بس يا لهوي يا جدعان، طاجن رز معمر اللي نفسك تشوفه في حياتك. والله العظيم ده ما اعلان لحجوجه، والله جايبه بفلوسي وباعت دليفري من عندي، يتلفى لي ان هم ما عندهمش اصلا دليفري. حجوجه يا لهوي على المنظر، مريب منظر طاجن يحترم، ترفع له القبعه سوري يا جماعه، انا بس الاندهاش خدني شويه. يلا بينا نسمي الله ونفتح ومحدش يضحك. احنا ما قلناش سعر حجوجه 126 جنيه شامل الضريبه. تقريبا حجوجه ارخص طاجن فيهم، وهيبقى يعني باذن الله يبقى مستوي كويس ويبقى احلى واحد فيهم. عدت الشوكه دي اللي ما بترضاش تتفتح معايا زي كل مره اهي. ايوه اهي، الله يبارك له. مش هقول اسم المطعم اللي علمها لي، اللي هو اول ما عمل الشوك دي. يلا بص تعالى، ما تسيبنيش لوحدي، ما تجيبش، انا مش عايزك تجيبني للناس، سيبك مني خالص، خلي العميل يستمتع. بص يا سيدي الفاضل، السمنه تعوم على الوش. اوعى كده اوسع لك عشان نشوف من تحت ايه في ايه. شايفين حاجه؟ لمعان السمنه، ولكن حاسس انه هيبقى بس في لبن. بص ما من تحت في دسامه. طاجن بيلمع والرز بيلمع لمعان عن بقيه الطواجن التانيه. هل كلامي صادق ام انا غشاش؟ انا نسمي الله. مستوى سوى على ابوه، مستوي مظبوط، طعم السمنه اللي فوق مظبوط، والوش ده برنس. الوش بص كده، ايه ده؟ هات لي الوش ده كده، المهوري على بعضه ويعملوه لي كده. وده المطعم الوحيد اللي مديني القشطه بره ومش مكفيه الدسامه اللي معموله، فده نايبك في طاجن الرز المعمر. انا دقته لوحده الاول ليه ساده، عشان ما تقولش يا هاني ما انت كده حليته بالقشطه، القشطه عندهم كتير فانت كده محلي طعمه، انت كده ظالم. انا دقته اهو كتير، دقته كذا قطمه من غير القشطه، فهندوقه بالقشطه. جاتو دي كريم شانتيه، دي جاتو، دي البامبوزه. طبق رز معمر للمزاج ولا المتعه ولا الاستمتاع. من هو احسن طاجن رز معمر في مصر؟ حجوجه بلا منازع. هل لو انت بتاكل رز معمر في حته فخور بيها قوي، ابعت لي في كومنت وقول لي لا يا هاني فود حجوجه مش احسن واحد، في احسن من حجوجه، وانا اعمل مقارنه تانية غير دي. هاني فود بيحييكم وبيحب حجوجه جميله، وبامانه الله ده ما اعلان لحجوجه خالص،
بل بالعكس انا في حاجات وقعت فيها حجوجه والناس تشهد، اللي اتفرجت على فيديو مقارنه الكفته واللي اتفرجت على مقارنه الموزه. وكسبنا حاجات القصر الكبابجي. مش عايز اعيد الكلام تاني، ولكن بامانه الله المطعم الجامد في الرز المعمر هو حجوجه. ايه في الفيديو، متنساش تعمل لي لايك لو عايز مقارنات تانيه. اخوك هاني فود بيحبك في الله.